البرنامج المصري اللي هو التخاطب. البرنامج المصري اللي هو التخاطب بيتكون من مجموعة من الكتيبات زائد سكتشات موجود فيها البرنامج. كتاب الشرح بيعتبر شرح لنا البرنامج كامل، بادئ من التواصل البصري والانتباه المبدئي، مرورا بالتقليد، مرورا بالاصوات، مرورا باطاعة الاوامر، الى ان يصل ان الطفل بدا يقول اصوات وبدا يقول كلمه من مقطع ومقطعين وثلاث مقاطع واربع مقاطع. طب البرنامج ده فيه ايه؟ فيه طبعا الكتب كده متقسمه بالطريقه السهله والسلسه دي، اللي هي ايه؟ كلمه مقطع، بعد كده كلمه مقطعين، بعد كده كلمه ثلاث مقاطع، بعد كده عندنا كتاب تاني فيه جمله من كلمتين، اللي هو انا بدرب الطفل فيه على جمله من كلمتين. تمام؟ جمله من كلمتين زي ما حضراتكم شايفين. تمام؟ بعد كده الكتاب اللي بعد كده بدرب الطفل على جمله من ثلاث كلمات. تمام؟ الصوره وتحتها الجمل، الصوره وتحتها الجمل. بيقوم المتدرب ان هو بيدرب الطفل، يقول له ايه ده؟ مثلا قلم، انا عندي قلم، ماما هاتي قلم، قلم كبير قوي، قلم في الشنطه، وهكذا. تمام؟ بعد كده السكتشات عباره عن وصف، ان انا بدرب الطفل ان هو يوصف مواقف مختلفه في البيئه، زي مثلا شايف ايه في الصوره، مثلا على سبيل المثال اللي في الصوره ده بنت تزرع شجره، ايه ده؟ بنت تسقي الشجره، وهكذا. ايه اللي انا شايفه تاني في الصوره؟ مثلا ولد يلعب كوره، ولد يشوط الكوره، الى اخره. ايه ده؟ مثلا بنت ترسم صوره، الى اخره من الاداه. بعد كده بدرب الطفل على القصص المصوره، ان الطفل يحكي، وده يعتبر اخر حاجه في مرحله التخاطب، ان انا بدرب الطفل انه يحكي مجموعه من القصص. القصص طبعا تعتبر مثلا بتضم جمل من ثلاث كلمات، فجمل من ثلاث كلمات الى اخره. يعني مثلا على سبيل المثال، ماما راحت السوق تشتري خضار عشان تعمل طبق سلطه جميل، ايه اللي حصل بعد كده؟ جابت قوطه حمراء وقطعتها، ايه اللي حصل؟ جابت خيار اخضر وقطعته، ايه اللي حصل؟ جابت فلفل اخضر وقطعته. مثلا على سبيل المثال، بابا عايز يبني بيت جديد، راح للمهندس عشان يرسم البيت، والمهندس جاب العمال، الى اخره. تمام؟ بعد كده في عندنا المواد الخام، ان انا بدرب الطفل على المواد الخام اللي في البيئه واستخدامها. زي مثلا ايه ده؟ مثلا شجره، الشجره الورق مصنوع من ايه؟ من الشجر، زي ما حضراتكم شايفين. الماده الخام قلنا الخشب. الكرسي مصنوع من ايه؟ من الخشب. والخشب مصنوع من ايه؟ من الشجر. ومين اللي بيزرع الشجر؟ الفلاح. الفلاح بيزرع الشجر فين؟ في الارض، الى اخره. الخشب، القماش، الهدوم من ايه؟ وهكذا. دي كل معظم المواد الخام الموجوده في البيئه. بعد كده الوظائف ديت بدرب الطفل انه يعرف الوظائف، يعني مثلا الفلاح بيعمل ايه؟ النجار بيعمل ايه؟ الخباز بيعمل ايه؟ الكهربائي بيعمل ايه؟ زي ما انتم شايفين في الصوره. الطفل بيشوف الصوره ويبدا يربطها بالطبيعه. خلاص؟ الصوره ويربطها بالطبيعه. ايه ده؟ الكهرباء بيعمل ايه؟ بيصلح اللمبه. مين اللي بيصلح اللمبه؟ الكهرباء طبعا. واحنا بنوريه مثلا كهرباء، وبنوريه طيار، وبنوريه ميكانيكي، بنوريه عجلاتي، الى اخره. المعكوسات، ان انا بدرب الطفل، يعتبر المعكوسات ان انا بدرب الطفل على الحاجات اللي عكس بعض، يعني مثلا الكبير والصغير، والطول والقصير، والتخين والرفيع، والاول والاخر، واللي في النص، الى اخره. ماشي؟ يعني مثلا فين الشجره هنا على سبيل المثال؟ ايه ده؟ دي نخله. ايه ده مثلا؟ فين التخين وفين الرفيع؟ فالطفل يبدا يشاور. وطبعا بربط كل الحاجات اللي موجوده عندي بربطها بالبيئه. الالوان بدرب الطفل على الالوان في البيئه. الاشكال الهندسيه بدرب الطفل على الاشكال الهندسيه زي المثلث والمربع، الى اخره. خط المستقيم، خط المربع، المستطيل. العلاقات، ان انا بعرفه الشيء واستخداماته. يعني مثلا ايه ده؟ موز. مين اللي بيزرع الموز؟ الفلاح. الموز لونه ايه؟ اصفر. بنشتري الموز منين؟ من السوق. الثوم من ايه؟ الجمل من ايه؟ الجمل بيعيش فين؟ الفيل من ايه؟ مثلا من الحيوانات البريه. الديك من ايه؟ الاسد بياكل ايه؟ الاسد من الحيوانات ايه؟ وهكذا. بعرف الطفل على الحاجات اللي موجوده في البيئه واستخداماتها وعلاقتها ببعضها. السخافات. السخافات ان انا بوري الطفل الصوره وبقول له ايه الاخطاء اللي في الصوره. يعني مثلا على سبيل المثال بجيب له مثلا صوره اسد وبياكل موز، فيقول لي لا، ده القرد اللي بياكل موز.